أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشارع العراقي. ضيفنا لهذا اليوم هو الشيخ شعلان الكريم القيادي في ائتلاف الوطنية. بداية أحييك يا شيخ شعلان في برنامج الشارع العراقي وعبر قناة التغيير. شكرا جزيلا، أحييك وأحيي كادر قناة التغيير، وكذلك أحيي أبناء شعبنا العراقي وأبارك لهم شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأن يبعد عنهم كيد الخائنين والماكرين الذين يريدون بهذا الشعب وبهذه الأمة كل سوء. مرحبا بك مرة ثانية. شكرا جزيلا شيخ اسمح لي بس نشوف هذه المادة الصورية اللي وصلتنا من بغداد، وأعود لنبدأ حديثنا اللي حبديها يعني من سياسيين السنة، لكن اسمح لي بالبداية نشاهد هذه المقطع. يعني كان اسوي هنا حاج هذا شفط يشفطون ويسحبون النفط ويبيعون النفط تناكر ويطلع بي وين من هنا على طريق الشرشار يمشون، هذا الطريق نفسي تلسدين هم يطلع قبل. شيخ شعلان حيك من جديد، يعني أنا متقصدة أخذت هذا مقطع الفيديو بالأسبوع الماضي أيضا اتطرقت هكذا موضوع، يعني سياسيين السنة اللي يقعدون بالدول يحجون على السياسيين الشيعة. الأسبوع الماضي شفت يعني من قيادينا الكبار في الحشد الشعبي رحل النازحين السنة، إذا كان من صلاح الدين أو من الأنبار، تفقد أوضاعهم وأيضا فطر وياهم، واليوم نشوف السيد بهاء العرجي يتفقد القطاعات العسكرية وأيضا يقعد يفطر وياهم. أحلفك بالله شوف السياسي السني سوى هاي الحركة. تفضل. أولا يعني أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشارع العراقي. ضيفنا لهذا اليوم هو الشيخ شعلان الكريم القيادي في ائتلاف الوطنية. بداية أحييك يا شيخ شعلان في برنامج الشارع العراقي وعبر قناة التغيير. شكرا جزيلا، أحييك وأحيي كادر قناة التغيير، وكذلك أحيي أبناء شعبنا العراقي وأبارك لهم شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأن يبعد عنهم كيد الخائنين والماكرين الذين يريدون بهذا الشعب وبهذه الأمة كل سوء. مرحبا بك مرة ثانية. شكرا جزيلا شيخ اسمح لي بس نشوف هذه المادة الصورية اللي وصلتنا من بغداد، وأعود لنبدأ حديثنا اللي حبديها يعني من سياسيين السنة، لكن اسمح لي بالبداية نشاهد هذه المقطع. يعني كان اسوي هنا حاج هذا شفط يشفطون ويسحبون النفط ويبيعون النفط تناكر ويطلع بي وين من هنا على طريق الشرشار يمشون، هذا الطريق نفسي تلسدين هم يطلع قبل. شيخ شعلان حيك من جديد، يعني أنا متقصدة أخذت هذا مقطع الفيديو بالأسبوع الماضي أيضا اتطرقت هكذا موضوع، يعني سياسيين السنة اللي يقعدون بالدول يحجون على السياسيين الشيعة. الأسبوع الماضي شفت يعني من قيادينا الكبار في الحشد الشعبي رحل النازحين السنة، إذا كان من صلاح الدين أو من الأنبار، تفقد أوضاعهم وأيضا فطر وياهم، واليوم نشوف السيد بهاء العرجي يتفقد القطاعات العسكرية وأيضا يقعد يفطر وياهم.
أحلفك بالله شوف السياسي السني سوى هاي الحركة. تفضل. أولا يعني احنا نبارك للسيد بهاء الأعرجي هذه الخطوات التي يقوم بها تجاه يعني مشاركته لأبناء الحشد الشعبي، وكذلك مشاركته للنازحين وبعض السياسيين. وهذه خطوة جيدة لا بأس بها، يعني تنم عن الروح الوطنية اللي إن كانت هناك روح وطنية موجودة عند السياسيين أجمع. أما ذهاب السياسيين السنة إلى القطاعات أو إلى مشاركتهم لقوات أو النازحين من محافظاتهم، الجيش والحشد الشعبي، بعدين راح نجي السحر على النازحين. مشاركة السياسيين خاصة من التحالف الوطني لأبناء الحشد الشعبي والقطاعات الأمنية، قطعا أنه التحالف الوطني كل حزب أو كل كتلة أو كل مجموعة أو كل نائب أو كل جهة لديهم قوة من الحشد الشعبي تشارك في العمليات ضد داعش. أما سياسيين السنة وأنا المتحدث منهم واللي قدمت إلى قيادة الحشد الشعبي، قيادات الحشد الشعبي أسماء، ومعي كثير من الأخوة السياسيين، لاستحصال الموافقات الأصولية والرسمية لانخراط أبناء مناطقنا في الحشد الشعبي. للأسف الشديد أقولها وللمرة العاشرة يمكن أو العشرين من على شاشات التلفاز والوسائل الإعلامية، إلى يومنا هذا لم تصدر أي موافقة لأبناء هذه المناطق باستثناء قلة قليلة لبعض من السياسيين الذين يعني يقبلون بالصح والخطأ. شلون يعني يقبلون بالصح والغلط؟ يعني يشوفون الخطأ أمامهم ما يقدرون يصلحوه، من بعض ما يقدرون يصلحوه، لو يتجاهلوه ما يريدون هم أصلا يصلحوه، يتجاهلوه خوفا أو حفاظا على مصالحهم السياسية أو الشخصية. زين. فيتجاهلون هذا الموقف، انطوهم موافقات قلة قليلة. أما أغلب السياسيين السنة ومن ضمنهم المتحدث ممنوعين من دخول المناطقنا، وإلى يومنا هذا قبل 10 ممنوعين من قبل منو؟ قيادات حشد؟ من قبل حكومة؟ من قبل منو بالضبط؟ لا، ما هو الحشد مو قيادة واحدة. يعني حتى المواطن يفهم، وكذلك الأخوة المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه وقيادات الحشد الشعبي والقيادات الشيعية، بأنه يعني أنا قبل أسبوع تقريبا تم إلقاء القبض على 2 من أفراد حمايتي، كانوا رايحين إلى تكريت، ذاهبين إلى تكريت ليروا منازلهم في منطقة مكيشيفة. تم إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعة من الحشد الشعبي، مجموعة ما نعرفها من هي المجموعة. يعني هم يحملون باجات مكتبك الخاص لهذا القبض عليهم؟ اي نعم، يحملون باجات مكتبي الخاص، وسيل من الاتهامات على شعلان الكريم وعلى السياسيين السنة بأنهم دواعش وأنهم يدعمون الدواعش وما نسمح لهم بالدخول. سبق هذا الموضوع محافظ، يعني منع حكومة صلاح الدين المحلية من دخول محافظة صلاح الدين، مركز محافظة صلاح الدين تكريت، لولا أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشارع العراقي. ضيفنا لهذا اليوم هو الشيخ شعلان الكريم القيادي في ائتلاف الوطنية. بداية أحييك يا شيخ شعلان.
في برنامج الشارع العراقي وعبر قناة التغيير. شكرا جزيلا، أحييك وأحيي قناة كادر قناة التغيير، وكذلك أحيي أبناء شعبنا العراقي وأبارك لهم شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأن يبعد عنهم كيد الخائنين والماكرين الذين يريدون بهذا الشعب وبهذه الأمة كل سوء. مرحبا بك مرة ثانية. شكرا جزيلا شيخ اسمح لي بس نشوف هذه المادة الصورية اللي وصلتنا من بغداد، وأعود لنبدأ حديثنا اللي حبديها يعني من سياسيين السنة، لكن اسمح لي بالبداية نشاهد هذه المقطع. يعني كان اسوي هنا حاج هذا شفط يشفطون. ايه ويسحبون النفط ويبيعون منا تناكر ويطلع بي وين منا على منا على طريق الشرشار شنو هذا الطريق نفسي تلسدين هم يطلع قبل. شيخ شعلان حيك من جديد، يعني أنا متقصدة أخذت هذا مقطع الفيديو بالأسبوع الماضي أيضا اتطرقت هكذا موضوع، يعني سياسيين السنة اللي يقعدون بالدول يحجون على السياسيين الشيعة. الأسبوع الماضي شفت يعني من قيادينا الكبار في الحشد الشعبي رحل النازحين السنة، إذا كان من صلاح الدين أو من الأنبار، تفقد أوضاعهم وأيضا فطر وياهم، واليوم نشوف السيد بهاء العرجي يتفقد القطاعات العسكرية وأيضا يقعد يفطر وياهم. أحلفك بالله شوف السياسي السني سوى هاي الحركة. تفضل. أولا يعني احنا نبارك للسيد بهاء الأعرجي هذه الخطوات التي يقوم بها تجاه يعني مشاركته لأبناء الحشد الشعبي، وكذلك مشاركته للنازحين وبعض السياسيين. وهذه خطوة جيدة لا بأس بها، يعني تنم عن الروح الوطنية اللي إن كانت هناك روح وطنية موجودة عند السياسيين أجمع. أما ذهاب السياسيين السنة إلى القطاعات أو إلى مشاركتهم لقوات أو النازحين من محافظاتهم الجيش والحشد الشعبي، بعدين راح نجي السحر على النازحين. مشاركة السياسيين خاصة من التحالف الوطني لأبناء الحشد الشعبي والقطاعات الأمنية، قطعا أنه التحالف الوطني كل حزب أو كل كتلة أو كل مجموعة أو كل نائب أو كل جهة لديهم قوة من الحشد الشعبي تشارك في العمليات ضد داعش. أما سياسيين السنة وأنا المتحدث منهم واللي قدمت إلى قيادة الحشد الشعبي، قيادات الحشد الشعبي أسماء، ومعي كثير من الأخوة السياسيين، لاستحصال الموافقات الأصولية والرسمية لانخراط أبناء مناطقنا في الحشد الشعبي. للأسف الشديد أقولها وللمرة العاشرة يمكن أو العشرين من على شاشات التلفاز والوسائل الإعلامية، إلى يومنا هذا لم تصدر أي موافقة لأبناء هذه المناطق باستثناء قلة قليلة لبعض من السياسيين الذين يعني يقبلون بالصح والخطأ. شلون يعني يقبلون بالصح والغلط؟ يعني يشوفون الخطأ أمامهم ما يقدرون يصلحوه، من بعض ما يقدرون يصلحوه، لو يتجاهلوه ما يريدون هم أصلا يصلحوه، يتجاهلوه خوفا أو حفاظا على مصالحهم السياسية أو الشخصية. زين. فيتجاهلون هذا الموقف، انطوهم موافقات قلة قليلة. أما أغلب السياسيين السنة ومن ضمنهم المتحدث ممنوعين من دخول المناطقنا،
وإلى يومنا هذا قبل 10 ممنوعين من قبل منو؟ قيادات حشد، من قبل حكومة، من قبل منو بالضبط؟ لا، ما هو الحشد مو قيادة واحدة. يعني حتى المواطن يفهم، وكذلك الأخوة المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه وقيادات الحشد الشعبي والقيادات الشيعية، بأنه يعني أنا قبل أسبوع تقريبا تم إلقاء القبض على 2 من أفراد حمايتي، كانوا رايحين إلى تكريت، ذاهبين إلى تكريت ليروا منازلهم في منطقة مكيشيفة. تم إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعة من الحشد الشعبي، مجموعة ما نعرفها من هاي يعني هم يحملون باجات مكتبك الخاص لهذا القبض عليهم؟ اي نعم، يحملون باجات مكتبي الخاص، وسيل من الاتهامات على شعلان الكريم وعلى السياسيين السنة بأنهم دواعش وأنهم يدعمون الدواعش وما نسمع